احنا داخلين نقص شعرنا انا والاتنين دول علشان نتظبط. ف يلا افرجكم علينا وبعدين نتكلم في الموضوع اللي هقول لكم عليه. السلام عليكم. الموضوع بقى اللي انا عايز اكلمك فيه النهارده هو يعني الناس اللي عايشين بره وفي دول اوروبيه هيفهموا الكلام اللي انا بقوله ده، خصوصا اللي عايشين في دول اوروبيه. هي مشكله العربي وتعليم العربي لعيالك. احنا زمان واحنا صغيرين في مصر كنا عايشين في بلد عربيه، او سواء كنت في اي بلد تانية، في ليبيا، في المغرب، في السعوديه، في تونس، في اي حته. انت اللغة الأساسية عندك هي العربي، ولما بتكبر أو انت لسه صغير في المدرسة بيدخلوا لك الإنجليش، فبتبدأ ان انت بتتعلم العربي والإنجليش. الإنجليش بيبقى هو اللغة التانية بتاعتك مش اللغة الأولى. بالنسبة لنا احنا هنا دلوقتي عيالنا اتولدوا أو جم هنا وهم لسه صغيرين، فاللغة الأساسية بتاعتهم اللغة الأولى هي الإنجليش، اللغة التانية هي العربي. فالعربي مهما علمته لهم ومهما ذاكرت لهم ومهما عملت كل حاجة هيفضل هو اللغة التانية. أنا شخصيا واحد من الناس بعلم عيالي العربي، وشايف إن أحسن طريقة إن هم يتعلموا بيها العربي إن أنا أفضل أكلمهم عربي. طبعا لو الأب والأم مع بعض عايشين مع بعض بيكون الموضوع أسهل شوية، إنما لو الأب والأم مش مع بعض سواء بقى انفصلوا أو كده أو حد منهم ربنا افتكره، بيكون المجهود على شخص واحد بس، فبيبقى الموضوع أصعب شوية. فتعال معايا وهوري لك أمثلة لعيال هنا ومنهم عيالي بيتكلموا عربي، والحاجات دي حقيقية من أرض الواقع. فتعال معايا أسمعك كلامهم في العربي إزاي وفي الإنجليش إزاي. أنا اسمي زارة، أنا 10 سنين، أنا بروح المدرسة سنة 5. أنا اسمي كريم، أنا بروح المدرسة، أنا بسن 4. أنا 8 سنين. أنا اسمي عمر، عندي 4 سنين. أنا بروح مدرسة. أنا اسمي هنا، أنا 5 سنين. أنا بروح مدرسة. بروح مدرسة. إيه اللي تقدر تعمله عشان تعلم عيالك العربي، عشان تقدر تخليهم يحسنوا اللهجة بتاعتهم، وعلشان يعرفوا أكبر كمية كلمات فيبقى عندهم قاموس كلمات في دماغهم؟ واللي عنده أي نصايح وجربها، سواء بقى إن كان عايش في أمريكا، في أي دولة أوروبية، في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا، في أي حاجة. يعني أنا شخصيا عايش هنا في إنجلترا وعيالي هنا في إنجلترا، ف نساعد بعضنا يا جماعة، مش كده يعني. فمن النصايح اللي احنا عشناها هنا والحاجات اللي احنا نعرفها من هنا، نصيحة رقم 1:
ايا كانت البلد اللي انت جاي منها وعايش هنا في انجلترا، حاول تخلي عيالك ينزلوا بلدك كتير، سواء كنت من مصر، سواء كنت من المغرب، سواء كنت من اي دولة. واي دولة انت عايش فيها لازم تخلي عيالك يرجعوا يشوفوا بلدهم على الاقل في اجازات المدارس. يعني مثلا عندهم اجازة الصيف الكبيرة اللي هي بتبقى شهر، ينزلوا يقضوا الشهر ده هناك. ولو تقدر تنزلهم اكتر من مرة في السنة يبقى احسن كتير. ودي اول نصيحة. طيب لو انت ما تقدرش تنزل مع عيالك مثلا الاجازة للبلد اللي انت منها سواء ايا كانت، ممكن مثلا تخليهم ينزلوا مع مامتهم. يعني ده برضو حل تاني. يعني احنا هنا في انجلترا عندنا ناس دكاترة شغالين في المستشفيات، ما يقدرش ان هو ياخد اسبوع اجازة سهل كده. هو اساسا ما فيش دكاترة هنا في البلد، فعايزين كل واحد يفضل موجود وشغال، فمش تقدر تنزل معاهم. الدكاترة دول بيبعتوا مراتهم وعيالهم ينزلوا يقضوا اجازة في مصر، يقضوا اجازة في تونس، يقضوا اجازة في لبنان، في سوريا. بيروحوا اجازات 6 أسابيع، اجازة الصيف كلها. النصيحة التانية هي انك تدي لعيالك دروس. دلوقتي الانترنت ما خلاش حاجة، انت ممكن تديهم دروس في كل حاجة اونلاين. ممكن تتفق لهم مع مدرسين من البلد اللي انت منها. في مدرسين من كل الدول بيدرسوا للعيال اونلاين، ممكن يدرسوا لهم مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، وفي اي وقت. يعني ابنك بيروح المدرسة بتاعته الصبح عادي، بيرجع يتغدى ويقعد شوية وبعدين ياخد الدرس العربي بتاعه. وممكن كمان تديهم قرآن. القرآن ده بقى كتير جدا، يعني في ويب سايتس وفي مدرسين قرآن كتير جدا 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 اونلاين. فدي حاجة حلوة برضو، ودي النصيحة التانية. اما بقى النصيحة التالتة، ودي مهمة جدا وسهل جدا انك تعملها، لانها يعني موجودة، مش هقول لك ان هي مش موجودة. انك تخليهم يختلطوا بالكوميونيتي بتاعت الناس العرب الموجودين في المنطقة اللي انت عايش فيها. انا فاهم طبعا ان في اوروبا وفي الاماكن ديت انت ممكن تعيش في مكان ما فيش فيه عرب كتير، في القرى الصغيرة كده ما بيبقاش فيه عرب كتير، ولكن هتلاقي يعني هم دايما موجودين. هتلاقي فيه عرب، وهتلاقي فيه ناس من البلد اللي انت فيها او من اي بلاد تانية، وكمان مسلمين. فحتة ان انت تروح تزورهم وهم يجوا يزوروك، حتة انك تخلي العيال يلعبوا مع بعض، يتكلموا مع بعض. العيال وهم مع بعض بيتعلموا من بعض بسرعة، فسهل جدا اللي انت هتقعد اسبوع تعلم ابنك فيه، ممكن هو يتعلمه من عيل تاني في سنه او قريب من سنه في قعدة واحدة ما كملتش ساعة. الحل الرابع والنصيحة الرابعة، ودي مهمة جدا 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 ومفيش حد يقدر يعملها غير الأب والأم، وهي إنك تحفز ابنك. دايما حفزه، ودايما قول له برافو عليك، شاطر يا حبيبي، ايه ده انت قلت لي حاجة انا ما كنتش اعرفها. الحاجات دي تخلي العيل يعني مش عايز اقول لك ممكن يعمل ايه. حتى لو ابنك ما عملش الحاجة صح بنسبة 100% او ما قالش الكلمة باللهجة بالظبط بنسبة 100%، انت ما تتوقعش منه ان هو هيقولها بنسبة 100%. فما تجيش تقول له ايه ده انت بتتكلم كده ليه، في حد يقول الكلمة دي، في حد مش عارف ايه. انت كده بتحبطه، ومش هيحاول انه يتعلم، ومش هيحاول انه يفهم، ومش هيسمعك في اي حاجة تاني. اقل كلمة واقل حاجة هو يعملها المفروض انك تقول له برافو عليك، شاطر. ممكن بقى نعيدها مع بعض تاني، وتقوم انت قايلها بالطريقة الصح، باللهجة الصح بتاعتك. دي هتخليه هو اللي يقلدك ويعيدها زيك. الموضوع ده انا عشته مع عيالي، وكنت بقول لهم لا انتوا بتتكلموا غلط، ايه ده مفيش حد بيقول كده، يا بنتي انطقي حرف الخاء، لان هنا ما عندهمش حرف الخاء. يعني كانوا بيقولوا ح. انا بنتي كانت بتقرا سورة الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما حلق. فحلق دي يعني طبعا انا مش عايز اقول لك، في الاول كنت بتنرفز عليها، وفي الاول كنت بقول لها غلط، لقيت البنت ما بتتعلمش حاجه. فلما جيت انا وانا بصلي معاها وقريت سورة الفلق وانا بصلي، قل اعوذ برب الفلق، وقمت قايل من شر ما حلق، انا بقولها كده عمدا
انا متعمد اقولها كده علشان خاطر هي بعد الصلاه اللي قامت جايه قايله لي ايه؟ لا يا بابا انت قلت كل اعوذ برب الفلق من شر ما حلق، هي من شر ما خلق. هي اللي جت صححت لي. قلت لها ايه ده، تصدق انا كنت غلطان، برافو عليكي، شكرا يا زهره، المره الجايه هقولها صح. ف ان انت تحفز ابنك وتعرفه ان اللي بيعمله ده ليه قيمه وحاجه قويه قوي وحاجه جامده قوي، وبرافو عليك يا حبيبي وشاطره يا حبيبتي وكل الكلام ده مهم جدا. الحاجه التانيه اللي هتواجهك برضو هي ان العيال وهم بيتكلموا العربي العادي هتلاقي ما عندهمش كميه الكلمات اللي يقدر ان هو يحطها في جمله علشان يكلمك. فلان طبعا زي ما قلنا اللغه العربيه ما هياش اللغه الاساسيه بتاعتهم. اللغه الاساسيه بتاعتهم الانجليش، والعربي هو اللغه الثانيه. فلازم يكون عندهم كلمات كتير جدا 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 علشان يقدر يجمع منها جمله يقولها لك. فهم ما عندهمش الكلمات دي، وبالتالي الجمل مش موجوده، وبالتالي اللهجه برضو مش موجوده. ولكن الكلام ده يختلف تماما لما بيحفظوا قرآن. هما بيحفظوا القرآن آية آية، كلمة كلمة، فبيحفظوها كده زي ما هي، بنفس اللهجة اللي انت بتقولها، بنفس الاسلوب، بنفس الطريقة. فتلاقيهم في القرآن بيتكلموا كويس جدا وتحس ان العربي بتاعهم عادي. وطبعا هفرجكم على الفيديوهات، وفرجتكم على فيديوهات وهم بيقروا قرآن، وهفرجك دلوقتي برضو على الفيديو ده زارة بنتي بتقرا قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا بابا علمني العربي. أنا بتكلم عربي مع بابا وهنا والناس بكلم العربي هنا. لكن أنا بكلم إنجليزي طول اليوم وكل يوم. This is my pink headscarf and I really like it. هنا التحجيبة وردي وأنا بحبيها. This is my white headscarf and I really like it. هنا التحجيبة لونها أبيض وأنا بحبيها. فالمشكلة اللي أنا بقولك عليها دي هي مشكلة بتقابل كل الناس اللي عايشين في دول أوروبية، وكل الناس اللي عندهم عيال بره واللغة العربية ما هياش اللغة الأساسية بتاعتهم. إحنا بنعمل اللي نقدر عليه علشان إحنا دايما عايزين عيالنا يكونوا أحسن مننا على قد ما نقدر. أيا كانت الحالة بتاعتك انت عايز عيالك يكونوا دايما أحسن منك. فاعمل اللي تقدر عليه، اديهم دروس اونلاين، كلمهم عربي، خليهم يختلطوا بالكوميونيتي العربي والمسلمين اللي حواليهم، علمهم كل حاجة على قد ما تقدر. دايما 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 كلمهم عربي في البيت، سواء كنت لوحدك او سواء كنت مع الام او سواء الام مع الاب او اي حد. اتكلم دايما عربي جوه البيت، لان العيال بياخدوا كمية انجليش بره مهولة. الانجليزي موجود بره في المدرسة مع اصحابهم، في التلفزيون، في الانترنت، في الدراسة، في كل حاجة. هتلاقيهم بيقضوا اكتر من 12 ساعة بره انجليش فقط لا غير. فانت حاول تدي عربي ان شاء الله حتى بس ساعة واحدة في اليوم. اي نعم مش كتير، بس هتعمل فرق على مدار ايام كتير وسنين كتير، ولما هيكبروا انت هتشوف الفرق ده. وربنا يقدرنا ويقوينا ويقدركم ويقويكم. واللي عنده اي نصايح يكتبها لنا في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما
تنساش تعمل شير، سبسكرايب، اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل الجرس عشان يوصل لك حاجات تانية كتير. سلام.